في بداية الحكاية بنشوف سجين قاعد في زنزانته بهدوء بياكل كأن مفيش حاجة شغلاه، لكن فجأة تجيله فكرة مجنونة. أول ما الحراس يبعدوا عن المكان يحرك سريره ورا ويفتح فتحة في الحيطان كان شغال عليها من فترة ويدخل من خلالها. وفي نفس اللحظة المأمور بيعدي على زنزانة تانية ويفتشها، يشوف السجين نايم نوم تقيل جدا ومفيش أي حركة. يقول لنفسه ده شكله نايم بالعافية ويمشي. لكن في الحقيقة السجين ده كان صاحي وبيمثل علشان يسمع الحراس وهم بيتكلموا، وفعلا يعرف منهم إن في شغل كبير هيحصل ورا السجن، وعلشان كده مش هيبقوا يعملوا تفتيشات لشهر كامل. الخبر ده بيكون زي الهدية بالنسبة لهم، لأن اللي بيحفر لسه ما خلصش. الاتنين بيكملوا حفر وهدفهم يوصلوا للبحر، لأن السجن نفسه مبني على جزيرة، ولما يوصلوا للمية يقدروا يهربوا من غير ما حد يمسكوا. لكن المشكلة إنهم يكتشفوا إنهم كانوا بيحفروا في اتجاه غلط، ويضطروا يغيروا الطريق ويبدأوا من الأول. ومع الوقت يقسموا الشغل بينهم، وكل يوم يحفروا جزء صغير. وفي يوم يجي الحارس بالأكل والسجين يتدارى بسرعة. بعدها يخطر له حيلة يكسر الطبق ويقول للحارس إنه اتكسر بالغلط، وفعلا الحارس يجيب له واحد جديد. بالطريقة دي قدروا يتخلصوا من التراب بشكل أسرع. وفي لحظة وهو بيكمل حفر النفق ينهار عليه والصخور تقع فوقه. زميله يسمع الصوت ويجري يساعده ويقدر يطلعوا بالعافية. الاتنين كانوا عايشين مع بعض لفترة طويلة وبقوا قريبين من بعض جدا، شبه الأب وابنه. والكاهن كان كل يوم يحكي له أسرار ومعلومات، لحد ما السجين اكتشف إن صاحبه القديم هو اللي ورطه في تهمة وسرق منه مراته. وفي يوم تاني وهو بياكل يسمع صوت الكاهن بينادي عليه، يجري يلاقيه بيختنق من كمية التراب اللي بلعها وشكله على وشك الموت. يطلب منه يفتح طوبة في الحيطة فيها ورقة ويقول له إنها خريطة لكنز مدفون. يحكي له إنه كان راجل غني زمان وناس طمعوا فيه وسجنوه علشان ياخدوا الكنز، لكنه خباه كويس جدا وطلب منه يلاقيه بعد ما يهرب. تاني يوم الكاهن يموت والمأمور يطلب يرموا جثته في البحر. السجين يستغل الفرصة ياخد الجثة ويبدلها بجثته هو، يلبس هدوم الكاهن ويحلق شعره ويحط الجثة في سريره ويغطيها. الحراس ييجوا وياخدوا الجثة من غير ما يشكوا، يربطوها بوزن ويرموها في البحر. لكن اللي حصل إن السجين كان رابط خنجر في رجله، قطع بيه الكيس اللي ملفوف فيه وطلع من المي بسرعة وبدأ يعوم بعيد عن السجن. وفي اللحظة دي الحارس يروح زنزانته يوصله الأكل، يلاقيه نايم، بس لما يقرب منه يكتشف إنها جثة الكاهن ويبلغ المأمور اللي بدوره يلاقي النفق في الحيطة. لكن الوقت يكون فات والسجين وصل للشاطئ. رغم إنه هرب لسه الطريق قدامه طويل، لأنه قرر يرجع ينتقم من اللي ظلمه. لكن أول حاجة لازم يعملها يغير هدومه علشان شكله ما يفضحه. يدخل مزرعة يسرق هدوم، ولما يشوف نفسه في المراية يتفاجئ قد إيه شكله اتغير كأنه شخص تاني. بعدها يرجع على بلده ويفاجأ إن أبوه مات من الحزن عليه، والناس دفنوا له قبر كأنه مات من سنين. ويكتشف إن عدوه كان السبب في كل ده. لما يدور على مراته يعرف إنها اتجوزت وسافرت على باريس. وهو ماشي في الشارع يشوف حراس ماشيين ومعاهم سجين، يستخبى بسرعة، لكن السجين يجري عليه والحارس يلحقه فيتدخل وينقذه. السجين ده حاول يهرب من ساعتها والسجين التاني بيلحقه لحد ما يقابلوا حراس تانيين، فاستغلوا الفرصة واختبوا جوه عربية كارو. ومن كلام السجين التاني معاه عرف إنه كان بحار واشتغل في التهريب، عشان كده قبضوا عليه وسجلوه في الراجل ده لما بيسمع الكلام ده بتجيله فكرة، وبنكتشف إنه كان قبطان في شركة سفن وكان بيعرف يتحرك بالسفينة كويس. بعدها الاتنين راحوا للسفينة ومعاهم ابن أخت السجين واتفقوا يروحوا لتلامون، لكن لقوا إن في عاصفة جاية ولازم يروحوا لقصر مونتي كريستو اللي بعيد حوالي 10 كيلو. لما وصلوا هناك عرفنا إن الراجل ده جاي يدور على كنز. عمل نفسه بيصطاد، بس في الحقيقة كان بيدور على الكنز. ولما طلع الخريطة حس إن المكان مش مظبوط. في اللحظة دي البحار جهله وقال له إن لازم يكملوا الرحلة لأن الجو اتحسن، فاضطر يأجل موضوع الكنز. بس أول ما ركب السفينة شاف على الجبل صخرتين كبار عاملين زي بوابة بين الصخور. حافظ المكان في سره. بعد شوية وصلوا أكلوا وارتاحوا. بالليل افتكر الكنز وحس أكيد في حاجة مخبية تحت الصخرتين دول، فاخد مركب صغير ورجع ودور شوية. لقى باب ورا الصخور، حرك الصخور ودخل جوه ولقاها فعلا مخبأ للكنز. شاف صناديق الذهب والمجوهرات وتفاجئ إن الثروة دي هي اللي هتساعده ينفذ خطته وينتقم. وبعد كام يوم اتغير وصار كونت وراح الكنيسة يعترف، وبعدين بعت هدية للبحار اللي أعطاه سفينتين كبار و3 شقق وطلب منه يقابله في الفندق بعد ما اشتغلوا مع بعض، لأنه عارف إنه صعب ينتقم لوحده. أول حاجة عملها بعت فلوس لأصحاب المزرعة وقالهم إنها تمن الهدوم اللي أخدها. وبعد ما قابل صاحبه تاني قال له إنه ناوي يعمل حاجات خطيرة بس في المقابل هيديله فلوس كتير. علشان يقنعه حكاله كل اللي حصل معاه وآرثر وافق يساعده. وبعدين راحوا يدوروا على فيلفورد اللي سجنه من سنين. اكتشف إنه بقى ناجح وبقى المدعي العام في باريس. لما دخل أوضة السجلات قال إنه جاي يكتب مقال عن المساجين السياسيين، ولقى في البحث واحد اسمه إدموند ديتاس اللي اتحبس من غير محاكمة. الموظف هناك رفض في الأول
وقال إن دي معلومات سرية جدا، لكن لما سمع اسم فيلفورد توتر واعتذر ووافق يديله الملف. لما إدموند فتح الملف لقى الرسالة اللي سببت له إنه يتسجن ظلما، وكانت مش موقعة بس مكتوب عليها اسم بار معين. مش فاهم ليه صاحب البار عمل كده معاه، فخد الرسالة وحط بدلها جورنال في الملف. لما خرج خد آرثر وروحوا على البار ده عشان يفهموا اللي حصل، لكن لقوا الراجل اللي افترى عليه ما بقاش شغال هناك وباع البار من 4 سنين وفتح فندق. مش صدقوا الكلام وراحوا الفندق على طول. وبما ان ادموند اتغير، الراجل ما عرفوش في الاول. ادموند اداله الرساله، وبعد ما الراجل قراها ما اتفاجئش وعرف ان ادموند هو اللي المفروض يكون مات من زمان. عندما سأل ادموند الرجل عن المسؤول عما حدث له، اعترف له بأن من كتبوا الرسالة كانوا دانجلرز وفرناند، وقال إنه حاول منعهم وقتها لكنه ما هددا. وبمجرد أن سمع إدموند هذا الكلام شعر بالغضب الشديد، لأن تلك الاتهامات كانت السبب في سجنه 15 عام عانى فيها حياة قاسية للغاية. حينها أخبره الرجل بأنه بعد اختفاء إدموند كان هو من يعتني بوالده، وأراه بعض الأشياء التي كانت لا تزال في منزله. بدأ إدموند يتفهم ما حدث، وأدرك أن دانجلرز فعل ذلك ليأخذ منصبه، لكنه لم يفهم لماذا خانه فرناند، حتى أخبره الرجل أن فرناند تزوج خطيبته السابقة وأنهما يعيشان معا الآن في باريس. وهنا شعر إدموند بصدمة مضاعفة، إذ لم يكتفي أصدقاؤه بخيانته، بل حتى المرأة التي أحبها خانته أيضا. علم أيضا أنها هي من قامت بترتيب دفنه هو ووالده، فزاد حيرته، إذ لم يكن قد مضى وقت طويل على دخوله السجن، ولم يستوعب لماذا اعتبره الجميع ميتا بهذه السرعة. بعد أن هدأ عاد إلى الرجل وعرض عليه أن يكفر عن ذنبه بأن يساعده في تنفيذ خطة الانتقام، فوافق الرجل فورا. أخبره الرجل أن دانجلرز أصبح موظفا كبيرا في أحد البنوك، أما فرناند فقد دخل عالم السياسة وحصل على لقب كونت في العام الماضي. فأمره إدموند بالسفر إلى باريس وجمع المعلومات عن الثلاث دانجلرز، فرناند وفيلفورد، وكان أول من قرر البدء به هو دانجلر. فتقمص إدموند شخصية كونت مونتي كريستو وذهب لمقابلة، وأخبره أنه يملك مشروعا استثماريا بقيمة 10 ملايين دولار، لكنه يحتاج إلى 5 ملايين نقدا. فوافق دانجلرز على الفور. ثم بدأ إدموند في تنفيذ الجزء الثاني من خطة. توجه إلى برج التلغراف ودوخ العامل هناك باستخدام منوم، ثم دخل غرفة الإرسال وبدأ بإرسال رسائل كاذب. وعندما استيقظ العامل ظن أنه قد شرب كثيرا ولم يشك في شيء. استلم دانجلرز الرسائل من رؤسائه، والتي احتوت على أخبار تفيد بحدوث أزمة كبيرة في إسبانيا وأن أسعار الأسهم تنهار. فقرر بسرعة بيع التأمينات بحكم أن الأمر مفاجئ ويتعلق بالمال. في تلك اللحظة ظهر إدموند أمامه وسأله إن كانت التأمينات ما زالت بحوزته، وحين علم أنها بيعت ابتسم، لأنه أكمل الجزء الأول من خطته إفلاسه. أما الخطوة التالية فكانت تدمير سمعته. استعان بصاحب الفندق ليحصل على معلومات من زوجة دانجلرز حول الجرائم التي ارتكبها، ثم أرسل الأدلة إلى الصحف. نشرت الصحف سجلات تظهر تورطه في عمليات تجارية مشبوهة وتلاعب في سوق الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنه سحب مبالغ مالية ضخمة. كما تورطت زوجته في تجارة ساعدت على تضاعف الأسهم بشكل مفاجئ خلال يومين فقط، والسبب في ذلك أنه كان يملك علاقات داخل الحكومة ساعدته في حماية ثروته. ولكن في النهاية علمت الشرطة بالأمر وتم القبض عليه وسجنه. وفي السجن تلقى رسالة من إدموند ووجد بداخلها نفس الرسالة التي كتبها قبل سنوات، فعرف على الفور أن كونت مونتي كريستو هو نفسه إدموند. كما وجد رسالة أخرى من إدموند يسخر فيها منه. ثم حان وقت الانتقام من فيلفورد. اكتشف إدموند أنه كانت له علاقة غير شرعية مع زوجة دانجلرز، وأنه أنجب منها طفلا، لكنه قام بدفن الطفل حيا كي لا يفتضح أمره، إلا أن خادمة شاهدت كل شيء فأنقذت الطفل وربته. وبعد سنوات رفع الطفل والخادمة والمرأة التي ربته دعوى قضائية ضد فيلف، وتم كشف الفضيحة أمام المحكمة. سمعته تحطمت وتم القبض عليه وسجن هو الآخر. وأخيرا جاء دور فرناند، وكان إدموند يشعر نحوه بكراهية أكبر من الآخرين، ليس فقط لأنه زج به في السجن، بل لأنه سرق منه حبيبته أيضا. خطط له خطة جهنمية. بعد عدة أيام تلقت مرسيدس خطيبته السابقة هدية عبارة عن حلق من شخص مجهول، أخبرها أنه يريد لقائها. عندما ارتدت الحلق رآها فرناند وسألها من الذي أهداه لها، فأجابته أنه من كونت مونتي كريستو. جن جنونه وسألها إن كانت تريد أن تصبح عشيقته، لكنها أخبرته بأنها فقط ترغب بالتعرف عليه. غضب بشدة وضربها، وكان واضحا أنهما غير سعيدين معا، وهي كانت تعلم بخيانته، لكنها استمرت معه من أجل ابنها فقط. ثم ذهبت لمقابلة الكونت، وعندما رأت حاولت إخفاء وجهه، لكنه لاحظ الكدمة على خدها. وبينما كانا يتحدثان شعرت أنها سمعت صوته من قبل. سألته إن كان قد أحب أحدا في حياته، وكانت تشعر في داخلها أنه إدموند، لكنها لم تصدق. ثم أخرج من جيبه الساعة التي كانت قد أهدته إياها، وعندما رأتها صدمت، لأنها لم تتوقع أبدا أنه سيحتفظ بها طوال هذه السنوات. في ذلك الوقت كان إدموند قد جمع كل الأدلة على خيانة فرناند. اكتشف أنه قبل سنوات كان جنديا بسيط وخان وطنه وتحالف مع العدو مقابل صندوقين من الذهب، مقابل أن يقتل رجلا اسمه بعشع. قام عامل الحانة بالتبليغ عنه، وصدمت مرسيدس وابنها حين علما بالحقيقة، إذ لم تكن تتخيل يوما
أن زوجها خائن. بدأت المحاكمة وأنكر فرناند كل التهم وادعى أن الأدلة مزورة، لكن فجأة دخلت ابنة بعشع القاعة وقدمت دليل خيانة فرناند وتوقيعه على اتفاق الخيانة. أدرك فرناند حينها أن النهاية قد حانت، فغادر القاعة بهدوء. بعد سنوات من التخطيط نجح إدموند أخيراً في الانتقام كما أراد. عاد إلى الكنيسة ونظر إلى قبر والده، وأدرك أن وفاته كانت مأساوية، وأنه لم يستمتع بالمال أو المنصب في شبابه، والأسوأ من ذلك أنه لم يكن إلى جانب ابنه في كبر. في تلك اللحظة شعر إدموند بالراحة أخيراً. عاد إلى مونتي كريستو، وهناك وجد مرسيدس في انتظاره. نظراً سوياً إلى السجن الذي قضى فيه 15 عاماً، وتذكر الكاهن الذي عمله كابنه. سألته مرسيدس: ما الذي تنوي فعله الآن؟ فأجابها بالجملة التي قالها له الكاهن سابقاً: إن كنت تفكر في الانتقام فاحفر قبرين لا قبراً واحد. وبعد أن أنهى انتقامه أخبرها أنه سيغادر باريس. لم ترد، لكنها أمسكت بيده. وهنا تنتهي أحداث فيلمنا اليوم. ما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. سلام.